رسالة لجمهور الترجي اللي دخل على صفحتي بيقول لي احنا هنكسب الاهلي. انا عايز اقول لكم اللي انتم من ساعة ما الاهلي صعد وانتم مرعوبين اساسا. انتم مرعوبين من مواجهة الاهلي، عارفين ان الاهلي ليه معاكم حكايات، ليه فرادس حكايات، وان شاء الله الاهلي هيكسبكم لان الاهلي فريق كبير. ادي الاهلي اللي كان كله متوقع له يخرج بره البطولة عبوا قوة، وهو ده البطل رغم المصاعب والمواقف والاتفاقات اللي حصلت على الاهلي في دوري ابطال افريقيا عشان الاهلي يخرج. رغم ان الاهلي عاد ورعب كل افريقيا واولهم نادي الترجي. جمهور الترجي مرعوب، اللي هو عارف اللي ان شاء الله هو هيخرج على ايد الاهلي. وانا بقول للنهائي اتمنى يكون الاهلي والوداد، اتمنى من كل قلبي اللي الوداد يطلع سان داونز، بس جمهور الاهلي عايز النهائي يكون مع سان داونز عشان رد الاعتبار. الاهلي ما بيسيبش حقه، الاهلي ما بيسيبش طاره. احنا عايزين سان داونز في النهائي عشان ناخد منه البطوله. وان شاء الله بقول لجمهور الترجي اللي دخل على صفحتي وبيهاجمني عشان انا راجل زملكاوي وبقول كلمه حق في النادي الاهلي، خلي بالكم الاهلي مش راعبكم انتوا بس، احنا هنا نادي الزمالك بنعمل مليون حساب للنادي الاهلي لان ده كبير افريقيا. ودايما من شيمه الناس الكبار ومن شيمه الابطال اللي انت تعترف اما يكون في كبير وكبير قاره وكبير دوله، لازم تعترف ان الاهلي هو كبير افريقيا وكبير مصر ونادي البطولات وهو اللي مشرف افريقيا. لازم يكون جمهور الترجي وجمهور افريقيا كله فخور بالنادي الاهلي لان الاهلي بيمثل قاره بحالها في جميع العالم. اما بيذكر في العالم اذكر لي نادي في افريقيا معروف ومحبوب، العالم كله يعرف النادي الاهلي لان النادي الاهلي فخر افريقيا وفخر العرب وفخر مصر، وهو اللي عامل سمعه مصر وافريقيا. فاتمنى من جمهور الترجي اللي هم يستقبلوا الاهلي في تونس حسن الاستقبال لان ده بطل القاره. عارف يعني ايه بطل القاره؟ يعني بطل القرن، بطل القرن في افريقيا. وان شاء الله بقول لجمهور الترجي اللي الاهلي هيعمل معاكم الجلاشه، الاهلي هيعمل معاكم الجلاشه هناك باذن الله وهيفرح مصر كلها، وهتيجوا هنا وسط 50,000 متفرج الاهلي هيعمل معاكم الصح زي ما عمل مع الرجاء وزي ما عمل مع الهلال. باذن الله الاهلي هيكسب ويفرح مصر بحالها وهياخد افريقيا، وكلنا في ظهر النادي الاهلي، النادي العظيم، النادي اللي صانع البطولات، وكلنا في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور الاهلي العظيم اللي ورا النادي في كل مكان، في كل مكان ورا الاهلي. وان شاء الله كلنا بنقول كلمه واحده للنادي الاهلي: افريقيا يا اهلي، افريقيا يا اهلي.